هلو هلو، معاكم مريم نبيل. حياتنا عاملة زي البازل، بنحتاج نجمعها عشان نشوف الصورة أوضح. أحيانا واحنا بنجمع البازل بتبان إن هي صورة ضمان إنك دايما موجود بس من وجهة نظر حد تاني. ده اللي احنا النهاردة هنجمع فيه البازل مع كوثر. ازيك يا كوثر، عاملة ايه؟ ازيك يا مريم، عاملة الحمد ايه؟ لله. ايه الأخبار؟ كله حلو. قوليلي ايه رأيك في فكرة إنه نقعد نعمل حاجات حلوة لحد ما هو ياخدها إن هي حق مكتسب. بصي، هو طبيعة البني آدمين اللي حوالينا أو عامة من وجهة نظري إن هما دايما بيعملوا كده. مم. إن الإنسان لما بتديله حاجة بزيادة يحس إنه ده من حقي. يعني اعملي، زودي زودي زودي. يعني حصل قبل كده ان انت عملتي حاجة لحد وخدها على انها عادي، وهي بالنسبة لك كانت مجهود بس هو خدها انه عادي، ما انت كده كده المفروض تعملي كده؟ وقريب كمان قوي. اوكي، كانت ايه بقى؟ كانت حب وارتباط كده، وانا كنت مصدقه قوي في العلاقه، فكنت بدي من غير ما اخد بالي من الساينز بتاعت اللي قدامي، اللي هو بيدي ايه اصلا في المقابل. هو ما كانش بيدي حاجه، بس انا كنت بدي بزياده. كان بيبعد اكتر فبدي ازيد عشان يقرب اكتر فبيبعد اكتر. اوكي، عطاء يعني كنت عطاء بلا اه. حدود بلا حدود. طب وايه رد الفعل؟ رد فعلي انا، لا، رد فعله هو. لا زهق يعني شويه وزهق. شاف ان الموضوع عادي انا يعني عايزه سبيس فخلاص. بتاعتي، انا عايز مش عارف ايه كده. يعني هو اصلا شاف ان الحاجات الحلوة دي ايه ده، انتي لا العكس. بتقيديني، انتي بتقيديني ليه؟ حاجات كده غريبه. اوكي. طب في تجربة حواليكي حصل فيها انه حد كان بيدي حد عطاء او حب او اهتمام و... واتقلب ان هو تعود، اتقلب انه عادي، ما هو انتي اساسا المفروض تعملي كده، وسابوا بعض مثلا والموضوع اتعكس في الاخر، او قدر الفكرة دي في الاخر؟ ما دخلتش مع حد في تجربة قوي كده ان انا اعرف الموضوع كمل لفين. اوكي. بس هو انا بشوف ان كل الناس بالذات في الريليشن شيبس او الفريندشيبس كمان بيقدموا حد بيبقى دايما حاسس انه مش واخد حقه، والتاني حاسس انه بيدي بزيادة. هي بحس كده. بشوف ان في علاقات كتيرة بتبوظ بسبب فكرة الضمان والتعود، زي مثلا ان واحدة كل يوم بتعمل اكل لجوزها فما حتى ما بيقولهاش شكرا. فكرة انه واحدة صاحبتي انا طول الوقت معاها، اول ما بتحتاجني ما حتى ما بسمعش كلمة شكرا، او كلمة شكرا ما بتتقالش. شايفة ده ازاي، او بيحصل في حياتك ازاي مع حد كنتي حد من صحابك ريليشن شيب كده؟ بص، انا كنت معطاءة بشكل كبير قوي برضو، مم. بس بالتجارب الحياتية اتعودت ان هدي اللي قدامي قد ما بيديني. لان في الاخر انت بتحسي انك بيجي عليكي الناس، بيأذوكي الناس، بيوجعوكي الناس، بياخدوكي، اللي هو يلا بينا لما تحتاجيهم ما تلاقيهمش. مم. كل دي حاجات بتضايقك. فبالوقت حسيت ان انا لا، مش هدي حد قد يعني اكتر مما هو بيديني. يعني ده اساسا لما حصل غيرك انتي؟ جدا يعني غيرني انتي دلوقتي مبقيتيش بتعملي كده؟ لا، اوكي، بقيتي بتعرفي على تسكتي. سكيل اقل. يعني بعمل كده لان بطبيعتي شخص معطاء، بس على سكيل اقل شويه من زمان. اوكي. طب بتشوفي فكرة التقدير دي ازاي؟ بشوف فكره التقدير ان هي لازم تبقى متبادله. يعني لو حد قدامي مش بيقدرني، مش المفروض ان انا كمان اقدره. طب ولو اللي قدامك ده اتعود اصلا انه اللي انتي بتعمليه دوت بالنسبة لي عادي. انا بكلم كوثر، ازيك كوثر، عاملة ايه؟ انا عايزاكي النهارده عشان انا متضايقة، انا عايزاكي بكرة عشان انا متضايقة، وعادي ما بقولكيش حتى شكرا او انتي عملتي مجهود ان انتي جيتي او كده. بصي، لو صحابي ما هم المفروض هيبقوا برضو بيعملوا حاجه في المقابل، والا ما كانوش بقوا صحابي. فاهمه قصدي؟ امم. انا بحس كده. يعني انا لو صحابي مش بيدوني قد ما بديهم، هبتدي اخد جنب، هبتدي ابعد شويه، هبتدي ما بقاش متاحه طول الوقت. ما اوكي. هو في جزء من الغلط أنت كبني آدم بتدّي بتتحمّله، امم. لإن أنت اللي بتسمح بهذا الشيء، وبتسمح بالتجاوز في حقك، إن أنت مباح يعني. مش مقدر. بالضبط كده. ففي جزء عليك أنت لازم تاخد جنب بقى، أو تبتدي تتكلّم لو أنت قادر تتكلّم. أنا شخص مش بيعرف يواجه، اوكي. فباهرب عامةً. ما يعني بتقوليش لأ، اصلا انه قطع، لا؟ باجري جدًا عادي. بازعل وأجري بقى وآخد حاجتي وأمشي وأشوف ناس تانية في حتّة تانية. ما بتواجهيش دوت، مش حاجة بتضيع حقك؟ بيبقى اللي قدامك مش فاهم اصلا انه عايز شكرا، انت المفروض تقدر اللي انا بعمله. بُصّي، أنا عندي وجهة نظر. قولي. إحنا كبار كفاية إن كل واحد عارف هو بيعمل إيه. أنا اوكي. بقى جو إن أنا هافضل أقول لك كل شوية أنت بتضايقني، أنت واخدني for granted، أنت معتبرني حق مُكتسب، ده حاجة. مم. ما أنت عارف أنت بتعمل إيه.
هالمّح لها من بعيد ممكن مرّة، بس لو أنت ما خدتش بالك أنا مش هاقدر أعمل أكتر من كده. يعني أنتِ هتقولي مرّة تلفتي في الانتباه مرّة في وخلاص؟ الهزار كده. أوكي، مش أصلًا مش لأ، بجد هنقعد يعني؟ ونقعد ونتكلم ونواجه بعض ونلوم بعض، دي حاجة بالنسبة لي فيلم رعب. فيلم رعب؟ والله باكره المواجهة. ليه؟ مش فاضية. إزاي من وجهة نظرِك ما نكونش مضمونين من وجهة نظر الشخص التاني؟ من الأول بقى، يعني من أول ما الإنسان يظهر، أصل بُصّي اللي خلاص خدِك for granted ده خلاص إحنا اتفقنا هنسيبه نشوف ناس تانية. ده راح أساسًا. خلاص إحنا ماشي. سيبناه. أوكي. فالناس الجديدة بقى من الأول تبتدي تحطّي حدود وتبتدي تعلّميهم بالطريقة، أصل الناس بتتعلّم أو بتتعوّد طريقتِك، فأنتِ بس أنتِ باقول لك بتعملي حاجات حلوة، أيوه، فهتعملي إيه يعني؟ ما أنتِ هتعملي حاجات حلوة بس بالعقل. إمم. يعني مش هتفضلي تتكلّمي 29 ساعة في ال24 ساعة، مش هتفضلي إيه ده تعالي لي دلوقتي أنا جاية لِك حالًا، أسيب شغلي وأسيب اللي ورايا واللي أيوه قدّامي وأجري بالضبط، هو لِك. ده اللي أنا أقصده. ما هو أنا قصدي برضه إنِّك تبقي بالعقل. ما فيش إمم. مانع إن أنتِ متضايقة كصاحبتي فآجي لِك مرّة و2 و3، بس في مانع إن أنتِ كل يوم متضايقة وعايزاني آجي لِك مرّة و2 و3. وبرضه أوكي. في مانع إن أنتِ تبقي ما تحكيليش غير النكد. ما ب ما لازم أشوف الجنب الحلو والجنب شاركيني في الوحش. الحلو آه. والوحش ومعاكِ في ده ومعاكِ في ده. وبرضه أنا إنسانة عندي حياتي، ما أنتِ لمّا بتحطّي حياتِك على الترابيزة قدّام الناس تقولي لهم أنا حياتي فيها 1، 2، 3 باعمل كذا وكذا وكذا، أنا مش ما عنديش كل الوقت ده، الناس إمم. بتبتدي تعرف إنِّك أوكي. مش إنسانة فاضية وما عندكيش حاجة، فيالّا بقى في أي وقت. طب هو فكرة إنه فعلًا حد بيقعد يقول لِك حاجات وحشة دي، بيأثّر فيكِ إزاي؟ يعني لو طول الوقت أنا باكلمِك كل يوم أشتكي لِك، أنا باكلمِك كل يوم أقول لِك على حاجات سلبية بتأثّر أكيد هتأثّر عليكِ، إمم. ده لو حصل لِك هربتِ منه إزاي أو عملتِ إيه؟ بادّي حلول لفترة، بافضل أسمعِك لفترة. إمم. لو حسيت إن اللي قدّامي ولا بيسمع حلولي ولا بيحل مشاكله ولا بيحاول حتى يحل مشاكله وبس عايز يشتكي، بنفس برضه الهربان بتاع الناس برضه؟ نفس الهروب بالضبط هو يعني لو أنا already مش باحل مشاكلي أو مش هاحاول أسمعِك أصلًا خلاص. بالضبط، يعني لفترة مش يوم والّا 2 لأ، أيوه باقعد شهور بافضل أحل وأساعدِك وأدّيكِ حلول، ويالّا ننزل نفرفش، طب يالّا نبدأ خطة جديدة ونعمل حاجة. خلاص مش عايزة تغيّري حياتِك، أنا مش هاغيّر حياتِك، وأنا ما أقدرش أستحمل طاقة سلبية أكتر من كده، فبرضه هي باهرب. الطاقة السلبية في الآخر هتأثّر عليكِ برضه على أيوه، أنا حياتِك، كان على في يومِك، حياتي حد كده والله، وإيه اللي شفطت حصل لِك؟ طاقتي ما هي الإيجابية والسلبية كلّها، إمم. وبعدين حسيت إن أنا طب عليّا من ده بإيه، ما أنا مالي يعني، فسِبتها ومشيت برضه نفس بس الموضوع. كنتِ بتحاولي تحلّي معاه بس والله قعدت فترة طبعًا، قعدت حاولت أحِل وبعدين حسيت إن ما ما فيش نفعش. فايدة يعني، أوكي. فبدأت بقى أهرب. فكرة إنه أنا باحب حد وقعدت معاه سنين، ما بيننا عِشرة سواء relationship أو صداقة، ما بيبقاش هاين عليّا إن أنا أمشي، إمم. وفي نفس الوقت ما بالاقيش التقدير أو ما بالاقيش كلمة شكرًا أو ما بالاقيش فكرة إنه إحنا بنحل الموضوع أو إحنا بنتكلم في الحاجات الحلوة والوحشة، لأ إحنا على طول بنتكلم في الحاجات الوحشة. يعني قولي لي إزاي ممكن الناس تاخد الخطوة دي أو تبقى عارفة هي المفروض تمشي إمتى؟ يعني أنا دلوقتي لو باحب حد وقعدنا خلاص سنتين بس هو خلاص التقدير ما بقاش موجود، أنا إمم. إمتى إزاي أقدر آخد الخطوة دي؟ باحس لمّا تبُصّي في المراية وتلاقي نفسِك مش مبسوطة، ده سبب بيخلّيكِ تبتدي تعيدي حساباتِك، إمم. ولمّا تقعدي تعيدي حساباتِك تعيديها بجد بصدق مع نفسِك، اللي هو بيعمل 1، 2، 3 كويس، 1، 2، 3 وِحِش، وبعدين تشوفي الوِحِش اللي هو هيبقى طالما وصلنا هنا هيبقى أكتر بكتير من الحلو، هاتعامل معاه إزاي؟ هل عندي طاقة أدّي فرصة أخيرة؟ ما عنديش طاقة أدّي أوكي. فرصة أخيرة، ما ازعلش بقى على الوقت اللي راح، لإن لو قعدت هيروح وقت أطول، بالضبط آه، فأمشي بقى برضه، عشان ما أضيّعش اللي جاي ما كمان. اضيّعش اللي جاي، لإني لسه هاقعد أزعل ولسه هاقعد أتضايق ولسه هاتأثّر برضه. ما أنتِ كده، كده في إمم. الحالتين هتتأثّري، بس الوقت لمّا يزيد أكتر، الذكريات بتبقى أكتر، بالضبط. فباحس أحسن إنِّك تاخدي القرار بدري شوية. بدري، بس هي الفكرة إنه ما بيهونش عليكِ فكرة الحب والعِشرة دي أو مواقف أو memories طَب بس حصلت. أنتِ هُنتِ عليه إن هو مش مقدّرِك، إمم. ما أنتِ هُنتِ، دي حقيقة آه. فأنتِ هُنتِ الأول فبعدين لازم هو يهون، أنا هي باحس الفكرة كده. في القرار بس إن هو يتاخد بيبقى صعب شوية، بس هي الفكرة إنه لأ، لو أنا مضمونة إنه اللي قدّامي دوّة طول الوقت ضامن لي إن أنا ما امشيش وطول الوقت بيضايقني، فأنا إمم. أكيد هييجي وقت ولازم آخد القرار صح؟ طبعًا، هو لازم تاخدي القرار وفي ناس تانية حلوة، أنا باحس دايمًا إن ربنا بيعوّض، إن في إمم. ناس دايمًا حلوة دي حواليكِ حقيقة. أنتِ مش واخدة بالِك منهم عشان أنتِ مع ناس مش كويسة أو مش مقدّراكِ. لوحدِك أحسن مما تبقي قاعدة شايلة الهَم إنِّك مش متقدّرة ومش مبسوطة ومش
ومش متشافة واللي أنتِ بتعمليه كإنِّك ما عملتيهوش. صح، أحسن إنِّك تبقي لوحدِك أحسن ما تبقي مع حد بيعذّبِك بيعذّب مشاعرِك. صح، أنتِ عندِك حق. أنا عايزة أشكرِك، وكنت مبسوطة جدًا إن أنتِ كنتِ موجودة معايا النهارده. وأنا كمان مبسوطة إني كنت معاكِ النهارده، وشكرًا على القعدة الجميلة دي. ميرسي يا كوثر. الpuzzle دايمًا بتحتاج مجهود، بس ناخد بالنا إن هي ما تاخدش من طاقتنا وعمرنا، ونبقى بس مجرد صورة ضمان.